خطر السوشيال ميديا. بنسمع كتير قوي اخبار يا جماعه، وبنعمل شير كتير قوي على حاجات ما بتبقاش مقروءه. كل يوم لمده اسبوع هفضل اطلع واقول وافكركم اعملوا شير لكل اصحابكم يجوا دلوقتي ويسمعوا الكلام اللي هقوله كويس. ممكن دول تخرب بسبب اشاعه، وممكن بني ادمين سمعتهم تروح بسبب اشاعه، وممكن ناس بتتطلق بسبب اشاعه، وممكن ناس تتأذي بسبب ان حد طلع اشاعة مثلا ان حد مات وهو ما ماتش. اشاعة. قبل ما تقول حاجة تخض اللي قدامك فكر انها لو كانت حاجة غلط او وحشة. انا بقول لكم تجربتي الشخصية، يعني مثلا اسمع ان حد توفى وابعت التعزية الاول عن طريق السوشيال ميديا. لما ابقى متأكدة بخاف اقول قدام جوزي وقدام ابني وقدام اهل بيتي لحد لما يبقى متداول من بره. ليه؟ لان حجب الظلم ثواب من وجهة نظري، فما بقولش. فما بالك بقى الناس اللي بتطلع اشاعات على الناس، الناس اللي بتتكلم على الناس، الناس اللي بتقول على الناس كلام مش مظبوط. هنضف الصفحة بس بعد شوية هعمل بلوكات كتير قوي للخرفان وللناس اللي بتطلع تهاجم او بتتكلم او بتتريق او بتستعبط، لان بحب المحترمين بس اللي يبقوا عندي على صفحتي. فكل ما ارجوه ان احنا نبقى مع بعض كده واخدين بالنا من الاشاعات، من حتى الحقائق اللي ممكن تضايق الناس اللي حوالينا. داخل علينا شهر كريم، الحجاب مش حجاب راس بس، ده حجاب لسان، حجاب قلب. عايزين نتفق كمان ان خطر السوشيال ميديا ألعن بكتير قوي من خطر صديق او صاحب او زوج او ابن، لانه بيخرب الملايين، بيخرب بيوت ملايين ملايين. اهلا يا حسين من النرويج، شكرا يا شنودة. فعايزين ناخد بالنا كويس قوي، اولادي وبناتي واخواتي وابائي وامهاتي، خدوا بالكم. انا واحده من الناس مهووسه السوشيال ميديا، بس باخد بالي كويس جدا جدا جدا. يعني قبل ما بشير اي من 4 ايام انا اعتذرت عن خطأ فادح انا كنت ارتكبته من غير قصد. عملت شير لبوست اكتشفت فيه انه بيشتم اشقائنا في كل مكان في العالم العربي، وانا اسمي وفاء عامر، انا شخصيه عامه، والكلام موجود ما بين طيات الجمل الاولى. فطلعت عشان يعني كنت بشير زي الهبله كده، فطلعت قلت لا، اي حد هيعمل شير لخبر لازم يبقى متاكد منه جدا 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 جدا. اي حد، يا ريتكم تعملوا لي شير بس على صفحتي، اعملوا شير دلوقتي عشان الناس تيجي. اي حد هيجي يعني يبقى عارف كويس قوي انه بعد ما اخلص الفيديو ده عايزاكم تشيروه. خطر السوشيال ميديا، انت مش بتأذي فرد، انت بتأذي امم مش امة، بيوت. ما انا هنضف الصفحة دلوقتي. وعشان انا شخصية عامة طلعت على طول اعتذرت، قلت يا جماعة انا عملت شير من، بس الحمد لله ما كانش بقاله وقت طويل فشلته. بس فعلا الواحد لازم ياخد باله كويس جدا 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 من انه يعمل شير لحاجة من غير ما يبقى متأكد منها. السوشيال ميديا بتخرب يا جماعة، قولوا لاصحابكم بتخرب ربنا يكرمكم. ده لبس أدرية في مسلسل لحم غزال، ضيفة شرف. عاملة عدد مشاهد تقريبا حاجة و70 مشهد، مش كتير، وبظهر بشكل جديد بطريقة كلام جديدة. الكلام بيطلع لوحده عشان برضو الناس اللي بتقول هي ليه لابسة كده. عاملة لنفسي رابطة بطريقة معينة، وانا بحب جدا الربطات الغريبة علشان ما بقاش كل دور شكل التاني. حتى المجوهرات
مش حقيقيه بس شكلها عشان دهب عيره اهي. تخيلوا بس عشان برسم من ضمن واقول انا بعمل كده. كنت في مشهد لقيت صوره نازله بيقول لك عدوه الفقراء. تخيلوا يا جماعه، عدوه الفقراء. اما انا اساسا ابتديت ما عنديش حاجه اصلا. يعني مش عيب ابدا البني ادم يبتدي من الصفر. وانا مبسوطه جدا للحدث اللي حصل امبارح، حدث تاريخي مشرف عظيم محترم. اتمنى من كل قلبي ان شاء الله باذن الله تعالى. كلنا فرحانين بمصر، كلنا سعداء بمصر، سعداء بعين السيره واللي حصل فيها، سعداء بان بلدنا بتبني تاريخ تاني من جديد. محمد علي في صوره يعني السيسي مع الفارق. راجل محترم وبيحب بلدنا جدا جدا وبيحبنا احنا كمصريين، وبالرغم من كل الظروف احنا وراه ان شاء الله باذن الله دايما معاه. واعتقد ان كل اللي على صفحتي كده كمان. لا مش هقدر اقول المشهد بقى يا احمد، ما ينفعش. اشكركم شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا. بمناسبة احمس يا جماعة، عمرو يوسف وجمال عمرو يوسف، انا من معجبين الاستاذ عمرو يوسف وبحبه جدا 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 درجة يعني. بحس انه زي عمر، زي اخويا الصغير. يعني مش هكبر نفسي طبعا انه اكبر من انه يبقى ابني، لكن ممثل تقيل وعظيم بيعمل احمس. اتفرجت على افيش عظيم لنجم فيه بريق ووهج. الناس كلها بيقولوا احمس ما كانش عينه ملونه. انا ما كنتش شكل خالص الملكه نصدي، وكان من اهم واحلى الادوار في حياتي. وقفت الشركه اللي اسمعه علشان يتاكدوا بس من بعض الاشياء التاريخيه. لكن انا بتمنى ان انا اتفرج على احمس، وعشان لو طلع مش كويس نقدر ننتقد، ولو طلع حلو. على فكره حتى لو طلع مثلا مسلسل تاريخي مش حلو احنا بنستفيد. احنا بنستفيد جدا. هقول لكم نستفيد ازاي. لما يبقى مش حلو او في مغالطات، بيطلع الناس المختصين بيكتبوا في الحكايه انه المسلسل فيه اخطاء كذا وكذا وكذا وكذا، فبيخلي الناس تسعى ان هي تجيب قراءات وحاجات مترجمات وكده علشان تقرا. فانا اعتقد، انا دايما اقول الصديق الغبي رزق. يقول لك غبي ده غبي، اقول لك ايوه ما هو مش هيفكر ازاي يأذيك. هتلاقي لي برضو فيديو هنا بقول لك المتطفل، يعني المتطفلين والرزق، لان هو لولا المتطفل ممكن ما ينقذكش لو تعبت. لأنه دايما بيدخل عندك. يا حنان يا فوزي، اهلا وسهلا. عاوزه حضرتك ضروري خير يا حنان. انا ما بشوفش خالص الخاص، فمن فضلكم اي حد عايزني يكلمني على العام، ما عنديش اسرار. دعاء يا حبيبه قلبي، يا روح قلب اختك، يا روح قلبي وحشتيني يا دعاء. يا رب يا روح قلبي ربنا يخليكي. لسه والله يا احمد ما خلصتش تصوير. بصوا يا جماعه، انا عايزه برضو اعلن على حاجه، او عايزه اقول حاجه هاعلنها في فيديو مدته 15 ثانيه. الموهوبين اصوات حلوه وتمثيل واخراج او كده، لو اتجمعوا عملوا مشروع صغير انا هنشره على صفحتي وهطلع اتكلم عنه. معلش يا عمر، عمر اسمع كلام ماما يا عمر. بص هقول لك على حاجه، ما تسمعش كلام الناس الوحشه اللي بتكتب كلام وحش عشان هم وحشين. ما هو الوحش هو اللي بيقول كلام وحش. شكرا يا مهانيا وحشتيني، اخبارك ايه؟ عايزه اشوفك في رمضان. اهلا يا عماد. فانا عايزاكم تبعتوا لي، ده بس الحاجه الوحيده اللي ممكن اسمعها وممكن اسجلها عندي. ميرسي يا علي ناجح. احلى علي، ممكن تكلمني هنا. عموما انا شايفه ان مفيش حاجات مهمه بتتكتب لي في الكومنتات عشان اناقشها. انا كنت عايزه اقول بس اطلع اقول الكلمتين دول
وانا كده خلصت ضميري. اتقوا شر السوشيال ميديا فعلا، لانها بيقول لك اتقي شر الحليم. هي تبدو انها حليمه شويه لكن بتخرب الدنيا. روزينا من موريتانيا، اهلا بيك يا روزينا. اهلا ليبيا، ليبيا عاشت ليبيا. صار عمري 70 سنه. ايوه، لا 72. قمر يا ناس، ربنا يخليكي. الملكه ميرسي يا ام هانيه، يا روح قلبي يا ام هانيه، الف شكر. بصي لي هانيه بقى، الجده اللي عندها 70 سنه زي ما قال الاخ، بترحب بيكم وبتقول لكم ان شاء الله التقيكم على خير في بث جديد. وبعد ما هقفل، اي حد قايل لفظ مخل انا هشيله وارميه بره. تعملوا لي شير، وعايزه العدد يكبر هنا بيكوا انتوا، تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو ده ضروري. خدوا بالكم من السوشيال ميديا يا جماعه، خدوا بالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا ام هاني، وشكرا لكم جميعا 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 جميعا.